السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على الطاولة، حيث نجتمع مع شخصيات بارزة لنحاورهم في مواضيع نلقي الضوء على تجاربهم ومسيرتهم المميزة. الرياضة ليست مجرد منافسة وأداء بدني، بل هي أسلوب حياة، وهي أيضا وسيلة لبناء القيم والأخلاق. كرة السلة في جت ليست مجرد رياضة، بل تاريخ ممتد لسنوات، حيث شهدت القاعات أجيالا من اللاعبين وجمهورا كان يملأ المدرجات شغفا وحماسا. ضيفنا في هذه الحلقة عاش كرة السلة لاعبا ومدربا، ورغم عمله الخاص لا يزال متمسكا بهذه الرياضة. فكيف استطاع أن يوازن بين المجالين؟ وما هو واقع كرة السلة في جت اليوم؟ وكيف يمكن استعادة وهجها وجمهورها من جديد؟ دعونا نكتشف ذلك في هذا اللقاء المميز، ونرحب بضيفنا الكريم المدرب واللاعب عبد الرحمن شاكر وتد. يا هلا بيك، اهلين استاذ احمد، شكرا لك، شكرا على هاي الدعوة، عن جد كثير بتفرحني. شكرا لموقع القبس اللي عن جد يعني في رمضان خاصة يعني ما شاء الله عنه برامجه الحلوة. ومن هون طبعا عن منصتكم موقعكم بحب كل اهلنا في جد والوسط العربي والمنطقة، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم ان شاء الله، ربنا بيسهل الامور والامور تبقى احسن، والحمد لله رب العالمين، وشكرا على حسن الاستضافة. العفو، حياك الله. واحنا كذلك طبعا يسعدنا كثيرا، يعني صدقا يعني هذا كان لقاء منذ وقت طويل، واحببت ان اشاركك اياه في هذا المكان. شكرا لك. العفو. اذا كعادتنا اخ عبد الرحمن، حدثنا، من هو عبد الرحمن شاكر وتد، وكيف كانت بدايته مع كرة السلة؟ سؤالك بده أكثر من حلقة، بس الحمد لله راح أحكي بشكل موجز. أنا ابن جت المثلث، الحمد لله رب العالمين، أفتخر إني جتاوي ومن هاي القرية. الحمد لله أنا بدايتي كانت في كرة السلة من جيل 7 سنين. طبعا تمرنت عند أحسن المدربين في هاي القرية، أمثال الأستاذ سعيد الحامد، أستاذ عفيف وفول، حسن شامي، فإلهم طبعا الشكر الجزيل. من هناك استمريت كلاعب في جات لعدة سنوات، لعبت في فريق الشبيبة الأولاد، والحمد لله يعني الاشي صار في الدم مثل ما بيقولوها. من هناك تطورت، يعني لعبت بعدها في محلات برات البلد. طبعا للأسف ما كلاعب ما قدرتش أحقق الحلم اللي أنا كنت حابب أوصله، فتوجهت للتدريب، والحمد لله ربنا فتحها علينا. قررت في جيل مبكر، يعني جيل 22 23 سنة، أكون بتدريب فريق الكبار وفريق الشبيبة في جت. بكى انقطاع حوالي 8 سنوات في جد عن فريق الكبار. ومن هناك الحمد لله الشباب اللي بكت متواجدة في هذاك الحين ما كسروش. عملنا فريق اللي رفع جت يعني في كل الوسط العربي، عرفنا نلم الجمهور في البلد تحت سقف واحد اللي عظيم. مهرجان. عظيم. الحمد لله. راح نركز على هذه النقطة في اللقاء كمان شوي إن شاء الله. في أحد المحاور راح نتحدث عن هذه النقطة إن شاء الله. طيب، ولكن على المستوى الشخصي أخ عبد الرحمن، يعني لابد أكيد لك عملك الخاص اللي تشتغل فيه، يعني ولا بد أنه قد ربما يؤثر على تدريبك، أو عندما كنت كلاعب ومن ثم كمدرب في عدة فرق. كيف توازن بين الرياضة والتدريب الذي يحتاج منك أن تكون في أوقات عديدة خلال الأسبوع، ترافق الطاقم المهني، المدرب، اللاعبين وإلى آخره، وعملك الخاص؟ الحمد لله. لا شك إن الإشي صعب. أنا راح أكشف بجوز شغلي اللي قسم كبير في جد بيعرف شو أنا بشتغل. الأغلب بجوز بيعرف إنه أنا مدرب كرة سلة. أنا الصراحة بشتغل في شركة دواء أدوية عالمية ألمانية اللي تقريبا يعني 13-14 سنة. وطبعا كرة السلة هواية اللي هي يعني إشي مهم، عنصر عندي في الحياة. نجاحي بكى طبعا بسبب دعم الأهل ودعم العائلة، دعم زوجتي، أولادي، الناس اللي بحبوني، الأصدقاء. ما كانش سهل، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا مشان فرحة الناس وعن جد تقديم إيش للمجتمع وللبلد،
ضحينا بكل إشي، فالحمد لله ربنا باركها. يعني ممكن كان في فترة معينة تحدي، يا سلة يا شغل. صحيح صحيح، يا تحدي يا عائلة يا أهل، مش سهل. بكينا بين الساعة والساعة نهزم من الدار، نعمل حالنا رايحين على محل ثاني، بس الحمد لله دعم الناس في جد صحيح بكى له الأثر الكبير بالاستمرار إلي كشخص كمدرب، وفتح لي أبواب يعني في جد وبرات جد الحمد لله. يعني على سيرة انه فتح الابواب في جت وبريد جت، خلينا نقول نبلش من بريد جت. يعني طبعا احنا مؤخرا طبعا سمعنا انه طبعا قرأنا خبر مفاد انه اخ عبد الرحمن الشاكر وتد اخذ لقب المدرب المتميز في شهر 2 صحيح بتحقيقه 5 انتصارات متتالية مع فريقه في نوف هجليل. صحيح. فيعني لو تحكي لنا شوي عن يعني قديش ما قيمة هذه الجائزة ربما يعني صحيح. بالنسبة لك؟ جائزة عن جد يعني الواحد بيفتخر فيها، إنجاز مش سهل، الحمد لله رب العالمين كله يعني من فضل الله. أنا بدرب بنوف هجليل في الدرجة القطرية، إلي الشرف إني أكون هناك. يضم الفريق طبعا من الوسطين. كم سنة؟ هاي السنة الثانية على التوالي أنا هناك. كانت بداية قوية في شهر 2 واستغلنا من النصر لنصر مثل ما بيقولوها. فأنا يعني هذا الفخر مش بس إلي، للوسط العربي، لأهلي في جد، والحمد لله إن شاء الله مستمرين. هسه بشهر 3 نكمل، يعني بدينا بانتصار بشهر 3، وإن شاء الله دعواتكم إن شاء الله أكيد بالمزيد إن شاء الله بالانتصارات إن شاء الله مع فريقك وبالتوفيق. طبعا نرجع رجوع يعني ما قبل نوف هجليل. صحيح. يعني وين كنت في أنا مهم أحكي نقطة معينة. نعم. وجودي بنوف هجليل أو وجودي برات البلد لم يمنعني إنه أستمر أكون داعم لنادي أبناء جد لكرة السلة اللي موجود اليوم. اللي أنت أنا من مؤسسين النادي، وأنا من إدارة النادي، وأنا نعم. اليوم مدير الفني لفريق الكبار، لأنه أنا مهم عندي إنه كرة السلة تستمر في جد والأولاد يضلهم يلعبوا سلة. فالحمد لله يعني أنا ضربت كبل نوف هجليل في رمضان. أي نعم صحيح. ضربت في رملة في كفر يونا. هذا الشيء لم يمنعني بتاتا عن الاستمرار بوجودي هون في جد. يعني حتى ابني شاكر يعني بيلعب في النادي، فالشيء مهم عندي إنه النادي الأساسي يضل موجود. يعني كم يوم أنت بتقضيه خلال الأسبوع في القاعات الرياضية ما بين جت وباكا ونوف هجليل؟ تقريبا كل الأسبوع. الله أكبر. يعني طبعا احنا بنحاول ما يعني نستمر بالعلاقات اللي بتربطنا بالناس مع الاهل مع العائله، بس كرة السله يعني إلها أهمية قوية عندي. لا طبعا يعني حضور اخ عبد الرحمن واضح يعني وله اثره، يعني سواء حتى في وسائل التواصل وحتى ايضا ما بين الناس. يعني هذه بالعكس يعني شهاده، يعني بالعكس يعني رب العالمين، هذا من فضل الله. الحمد لله رب العالمين، كل الاحترام. طيب نيجي للمحور اللي بعده. الآن بدنا نسلط الضوء على بالتحديد على كرة السلة في جت. بدي أذكر الإشي من خلال يعني أثناء تحضيري للحلقة الصحيح، يعني لفت نظري صورة وفيديو لعبد الرحمن وتد. صورة هي كانت مع جمهور، وكان على يمينك المرحوم الأستاذ محمد معين خلف، وعلى شمالك المربي أستاذ هشام الزعيم غرة، أطال الله بعمره وحفظه الله يرحمه معين. يعني هذه الصورة بتوقع لها وقع معين أكيد 100%. يا ريت هيك تعلق لنا شوي عنها. أول شيء طبعا نحكي عن صحيح كذا سنين. الصديق أول شيء محمد المعين هو يعني الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، كان صديق وزميل وأخ وداعم، يعني الناس اللي دعموني في مسيرتي إن كانت في جات وبرات البلد، فإن شاء الله يعني في ميزان حسناته. آمين. الأخ هشام أخ يعني سند لحد اليوم، كان هو من إدارة النادي في فترتها، دعمني أنا شخصيا ودعم الشباب اللي موجودين في البلد، وهو من الناس اللي أنا حسب رأيي مظلوم في البلد، يستحق أكثر من هيك. بتمنى له يعني الصحة والعافية، عن جد إنسان خلوق ويعني مستعد يضحي مشان البلد. فعلا هو وقف معنا وقفة في النادي اللي بكينا بحاجة لدعم ناس في البلد. صار أسباب خاصة اللي ما كملش فيها، كل واحد وظروفه.
فعن جد من هون انا يعني بشكر جدا باسمي وباسم كل البلد. بارك الله فيك، حياك الله أخ عبد. يعني عن جد تشكر على هذه الكلمات. طبعا يعني لا شك انه هنالك امثال كثر من رحمة الله علي محمد والمربي هشام. اكيد في ناس لها كثير فضل علينا، يعني صعب اذكرهم هسه بالاسماء طبعا. اما في ناس لها يعني بصمه. نعم. وقفت وشجعت ودعمت ماديا ماليا معنويا، الله يعطيهم العافيه واحد. الله يعافيك. الآن النقطة الثانية اللي هي الفيديو اللي برضه يعني حقيقة أعتقد أنه هو كان في ظروف اللي هي أتوقع على الأقل في خلال تغطيتي أو تغطية القبس منذ 2013 مباريات كرة السلة لفريق جت وحضوره في المباريات. صحيح. يعني على الأقل أعتقد أنه كانت هناك مباراة اللي هي ممكن أصعب مباراة. في فيديو لعبد الرحمن شاكر وتاد كنت عنده في البيت، كان في لقاء خاص. صحيح. في 16/5/2016. صحيح. بعد مباراة اللي هي كانت صعبة، خسارة أمام فريق أبو عيل منهل جت، خسر أمام حوف هشرون. صحيح. طبعا كان قبلها بيوم. دعيت أنا لهذا اللقاء، وفي هذا اللقاء وجهت أنت كلمة للجمهور الجتي، وكان في كلمات اللي أنت ذكرتن في أول الفيديو: أنا جتاوي وأفتخر. صحيح. هذا الفيديو أعتقد له معنى كبير، يعني قياس عما كان وقياس عما هو موجود اليوم. صحيح. يا ريت تربط الحالين، ما كان وما اللي هو موجود اليوم. جتاوي أفتخر لأنه جت بالنسبة لي غالية. كل إشي أنا بقدر أقدمه، مش بس بالرياضة، بأي إشي ثاني اللي أنا بقدر أدعم الشباب والناس في جت. خسارة أنا ذاكر كانت خسارة قاسية فعلا. صحيح. خسارة اللي هي يعني حرمتنا من الصعود لدرجة أعلى. إحنا بوجودنا في الرياضة خاصة المدربين، يعني هذا الشغل الوحيد اللي انت بتروح معه على الدار، يعني بتقدرش تقول انا خسرت في القاعة خلاص بروح على الدار فيش اشي كل شيء عادي، لا. فاحنا كمدربين بناخذ معنا على الشغل وعلى الدار وعلى الجامع وعلى المدرسة كل هذا الحمل والزعل اللي بعد الخسارة. فلا شك بكت خسارة قاسية. فاحنا كمدربين يعني تعودنا على الربح والخسارة. صحيح. فكل ما انت بتتطور كمدرب بتتعامل مع الامور اكثر مهنية. بس كان هي الكلمة جدا موجهة للجمهور الجتي بالذات. أكيد أنا بذكر في هاي السنوات الجمهور بكى يعيش مع الفريق ومع كرة السلة في جت 24 ساعة. يعني أنا ذاك بكيت أمشي في الشارع يسألوني شو وانت اللعبة، أي ساعة اللعبة، في تذاكر، شو بدك ندعم. يعني بكيت أقعد في قهوة أو في محل الكل بده يعطي ويدعم ويلحق الفريق. يعني بكت كرة السلة في سنتها يعني عن جد ماخذ جو قوي في البلد. كان الجمهور الجتي له اسم وقتها لحد اليوم له اسم مسمى جت أولتراس. بالضبط. جمهور جت وشطبولة جمهور جت ما كناش نشوفه بدرجات يعني ممتازة. يعني أنا ذاكر في لعبات اللي بكى فيش فيها محل. وأكبر دليل الصورة اللي وراك طبعا 100%. الحمد لله رب العالمين. احنا اليوم قاعدين نرجع شوي ممتاز. لذلك هذه النقطة اللي أنا بدي أسألك إياها. هذا الجمهور الجتي العريق اللي كان في هذيك السنوات، اليوم هل نقول إنه اختفى ولا قل ولا عمليا بالضبط؟ يعني هذه مرحلة إعادة الجمهور الجتي للقاعة للملاعب لحضور مباريات جت باقة وجت واحد يعني. صحيح. لمشاهدة هذه المباريات. يعني برضو كمان شغلي، هل يعني تواصلتم مع الجمهور اللي كان يساندكم ودائما يعني ظل في تواصل حتى ترجعوا هذا الجمهور؟ فياريت يعني صحيح. بالفعل يعني الشارع بيسأل يعني وين الجمهور اللي كان قبل، ليش صحيح. اليوم مش موجود؟ صحيح. طول في مجال الرياضة لا شك انه احنا يعني معرضين لأخطاء، معرضين لأشياء اللي هي مرات مش بإيدينا. لا شك انه صار هبوط نوعا ما من السابق، فهمت علي؟ نعم. فالاشي وارد. احنا قاعدين نحتوي هذا الامر. اليوم احنا عملنا نادي جديد اللي هو ابناء جت لكرة السلة. عملنا اليوم وحدة مع اهلنا في باقة. الفريق يحتوي يعني على مئات اللاعبين، عشرات المدربين. اليوم عندنا فريق في الدرجة الاولى. اليوم قاعدين نشوف شوي عودة الجمهور للمباريات. الحمد لله. الاشي مش سهل لا شك، بس احنا شايفين انه في ناس بدأت ترجع، بدأت تسأل، بدأت تدعم.
انا بتوقع ان شاء الله بالسنه سنتين القادمات نرجع نشوف هذا الجمهور ان شاء الله. وانا اليوم بدعيهم يعني ان شاء الله طبعاً. يرجعوا. احنا يعني بدونهم يعني مش راح نتقدم، بالعكس ممتاز. احنا بدنا حماس وبدنا تشجيعهم، وهم رقم واحد. انا بقول لهم اليوم عن طريق القبس اهلا وسهلا فيكم، بندعيكم، بنحب دعمكم وتشجيعكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بالفعل، يعني ان شاء الله يعني تكون عوده للجمهور إن شاء الله. الجدي إن شاء الله. والبيقاوي في مشاهده 100%. ومؤازره الفريق حتى يوصلوا 100%. لمراحل ان شاء الله إن شاء الله. متقدمه إن شاء اكثر الله. باذن الله إن تعالى. شاء الله. لذلك طبعا هيك المحور الثالث اللي قبل الاخير، طيب ما هو طموح عبد الرحمن وتد سواء كان المحلي في البلد او خارج البلد؟ طبعا في كرة السله صحيح. لوين بدك توصل؟ طول الحلم كبير لا شك. انا الحمد لله رب العالمين يعني متوكل دائما على رب العالمين. حلمي كمدرب طبعا استمر ان شاء الله بالنجاحات، ادرب في درجات عليا. لكن الحلم الكبير تبعي عن جد يعني مش مجاملة، انه الجمهور الجتاوي نعم. اللي بكى قبل انه يرجع فريق قوي اللي يحتوي لاعبين محليين. هذا الحلم الكبير. يعني انا مستعد انزل من درجة عالية لدرجة اوطى بشرط انه هذا الجمهور يرجع، لانه نعم. عن جد هاي الفرحة بتسوى ملايين. هذا الحلم طبعا ان شاء الله اذا انا بقدر احقق حلمي كمدرب في درجة عليا مع فريقي بلدي جت وباقة، بالعكس هذا هو الحلم الاساسي ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. طبعا نرجو لكم التوفيق ان شاء الله. دائما ان شاء الله. طيب هيك برضو نتحدث دور الاهل. طبعا بما انه برضو بنتحدث عن مدرسة كرة السلة اللي عندكم طبعا اجيال من جيل صغير طبعا. صحيح. ف لابد انه الاهالي اللي اكيد لهم دور اساسي في دعم اولادهم وابنائهم حتى يكونوا رياضيين. صحيح. ايش ما هي النصيحة التي توجهها للاهل اللي ابنائهم بيتدربوا كرة سلة يعني؟ صحيح. احمد الاهل اليوم في جد عن جد كل الاحترام لهم، في وعي كبير خاصة من الاهالي انه اليوم عارفين انه الاولاد مهم يبقوا تحت سقف اللي هو رياضي، اللي يقدروا فعلا يلعبوا رياضة، يحافظوا على دروسهم وعلى تعليمهم. والاشي الاساسي عن جد اليوم اذا بتيجي انت بتشوف اليوم في القاعات عندنا في جد الاشياء الدينية والشرعية هي بالاساس. يعني اليوم اذا التدريب بيبدأ بعد الصلاة ب5 دقائق، الشباب بيصلوا بالاول بفوتوا على التدريب. اذا التدريب يبقى ضايل للعشاء او للمغرب دقائق عديدة، بيصلوا المغرب وبيكملوا التدريب. يعني احنا بنحافظ اليوم مش بس تدريب. فرقة السلة اليوم في جد عن جد اليوم مهم عندنا الولد يبقى محافظ دينيا ومحافظ في مدرسته. هذا اهم شيء. لانه انا حسب رايي اذا يبقاش ناجح في المدرسة وفي صلاته وفي عبادته، انا يعني بقول لك مش راح يبقى ناجح في الرياضة. يعني هذا عن جد شرط اساسي. فاليوم الاهالي قاعدين بيجوا بشوفوا ومبسوطين وداعمين. يعني اليوم اي مشروع بدنا نساويه اول ناس بوقفوا الاهالي. الحمد لله رب العالمين. يعني انا متاكد انه مش بس بالنادي الرياضي جد وباكا موجود، حتى بكل الجمعيات او كل النوادي اللي في جد. انا اعتقد خب نادي الوحده نفس الشيء محافظين على هاي الامور. مزبوط. فانا اليوم بقول لابني اذا بدوش يبقى شاطر في المدرسه وشاطر في الجامعه وشاطر في الصلاه، مش راح يبقى شاطر في الرياضه. فهاي الامور تجتمع كلها مع بعض. وعن جد احنا يعني شخصيا بدون دعم الاهالي مش راح نستمر. فشكرا لهم عن طريق أكيد. موقعكم بتأملوا خي يستمروا ويدعموا اولادهم باذن الله ان شاء الله. لذلك طبعا كلمه اخيره هيك، يعني الصدق يعني حابب انه احنا نطول في اللقاء، ولكن طبعا ان شاء الله كان في شرط انه يعني ما يكون اللقاء طويل، ولا بالفعل يعني ممكن انه يكون في لقاءات قادمه. فرساله هيك قصيره اخيره نختم فيها لقائنا اخ عبد الرحمن، انه هي يعني توجهها لكل شاب اللي بيطمح لتحقيق التوازن ما بين عمله وشغفه الرياضي. من تجربة في الحياة الحمد لله رب العالمين فيش شيء اسمه مستحيل. في عثرات بالحياة، في أمور مش راح تمشي مثل ما أنت بدك، بس الحلم مش شرط يبقى بسنة وسنتين وثلاث وأربعة. يعني اللي بالكرة السلة تقريبا أكثر من 35 سنة. فالحمد لله قدرت أنسق بين تعليمي بين شغلي بين عائلتي. مش سهل، بس ربنا الحمد لله بيفتحها توفيق رب العالمين. بالضبط، توفيق من رب العالمين. فأنا شخصيا يعني مستعد أدعم وأعطي من تجربتي لأي إنسان. فالحياة مثل ما كلها حلوة، بس بدك تعرف ما تكسرش بشغلات معينة. طبعا كل إشي كل ذي حق بالضبط حقه. بالضبط 100%. أخ عبد الرحمن
حقيقة سعدنا باللقاء معك وبأن استضفناك هنا في موقع القبس وفي بارك استوديو الله فيكم. القبس. مشكور جدا ونرجو لك التوفيق دائما وأبدا بارك أينما الله كنت فيك. وأينما شكرا لكم. حللت. شكرا العفو. لكم، شكرا لطاقم القبس ويعطيكم ألف الله عافية. يعافيك ويزيدك. بارك الله فيكم. حياك الله. شكرا. وهكذا نكون في ختام هذه الحلقة باستضافة أخونا عبد الرحمن وتد في برنامج على الطاولة، على أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى في برنامج آخر مع ضيف كريم آخر إن شاء الله. بارك الله فيكم. كان معكم أخوكم ومحبكم أحمد عدنان وتد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.